يا مساء الخيرات على أجمل وأحلى البنات. النهاردة قررت أعمل عشاء بسيط كده وخفيف عشان الجو حر. طلبت من جوزي وهو جاي يجيب عيش فطبعا نسي، فقلت خلاص هعمله في البيت. أنا أصلا ماليش في المعجنات قوي والمخبوزات والحاجات دي. قلت خلاص أعمل كده كام واحد يقضي الغرض يعني لحد ما يجيب لنا. ابتديت حطيت كوباية مية دافية وعليها الخميرة ومعلقة سكر وسبتها مع شوية كده 5 دقايق تختمر واختبرها يعني. وبعد كده نخلت الدقيق ونزلت عليه برشة ملح. وبعد ما الخميرة اختمرت رحت حاطة الخميرة على الدقيق وقلبتهم في بعض، وبعد كده رحت نازلة بأقل من ربع فنجان زيت، زي معدل معلقتين يعني، وقعدت اعجن فيها كويس. خدت معايا عجن حوالي من 5 ل6 دقايق. وعلى ما العجينة تخمر قلت اجهز الحشو. هنا قطعت صدور فراخ ونزلت بمعلقة سمنة وشوية زيت وخدوا صدمة. وبعد كده رحت نازلة بالبصل والتوابل، وده فلفل الوان انا كنت يعني مفرزناه في الفريزر، اديته برضو تشويحة كده معاهم، وحطيت يعني شوية مية صغيرين عشان تستوي كويس، وغطيت عليها وسبتها على نار هادية. هنا بقى رحت حاطه في طاسة تانية شوية زيت، وقلت اعمل البرجر. قولولي بقى اتغديتوا ايه النهاردة؟ الجو النهاردة كان حر جدا، حر في الشارع وحر في البيت، حتى بالليل حر برضو. انا بعد ما عملت العيش دي حتة وقعت مني، حاولت اعملها يعني اقلبها على الناحية التانية، راحت طايرة من الجريل، فالحمد لله جبتها يعني. هنا كانت الفراخ خلاص استوت، طفيت عليها، والبرجر كان خلاص. رحت بقى اشوف العجين، الحمد لله اختمرت وشكلتها. عملت معايا باين 6 أو 7. وهنا بقى عملت سندوتشات كده بالعيش اللي طلع، ونمنا شوية. صحيت بقى جعانة، ما كانش العيش كفى، فطلبت بقى ان جوزي يجيب لنا عيش تاني، فجاب لنا، نزل جاب لي العيش اللي في الفرن، جاب لي عيش كتير جدا. كده كده حتى لو في سندوتشات اتبقت بحتفظها يعني، بلفها كده، ولو قمت بالليل ولا الصبح ممكن اكل مثلا سندوتش جنب كوبايه شاي بلبن ولا حاجه. وجاب لنا كمان شويه شيبسيهات. عملت السندوتشات. طبعا في فرق ما بين العيش اللي انا عاملاه والعيش بتاع الفرن، طبعا في فرق. الحاجات اللي انا عملتها في السندوتشات اللي فاتت، فكان الحشوات كتيره وما كانش العيش كتير. انا عملت في الاول 4 سندوتشات بس، وفي 2 يعني ابني كل شويه بقيت اديله حته، طبعا يفرول حته وياكل حته بس. رغيف الفينو ما شاء الله اللهم بارك كبير جدا. حشيت بقى الفراخ كمان، خلصت البرجر وحشيت الفراخ. الحمد لله بصراحه الاكل كان طعمه حلو جدا وكان خفيف، مش تقيل. وانا مرضتش احط بصل متكرمل في البرجر، عشان كده كده الشاورما او الفراخ انا حاطه فيها بصل، فهو اوريدي اتكرمل، فقلت لا اخلي فيه طعم مختلف شويه ما بين الساندوتش ده والساندوتش ده.
هنا بقى فضيت شوية شيبسي وشوية سناكس من ده، وعملت بقى العصير، والحمد لله رب العالمين. اتغدينا واتعشينا وكان الاكل لذيذ وخفيف. اشوفكم على خير، استنوني في فيديو جديد. كانت معاكم سارة الهواري.